لوبي تاع ناس اللي خرجوا منا بعد الاستقلال وما زال احفادهم واحفاد احفادهم ويغدوا فيهم الروح نتاع الكراهيه على الجزائر والجنه المفقوده اللي فقدوها والى اخره. فيه ناس اللي وهاد الناس هادو الانتقاميين معهم بما كان يسمى بالمنظمات الجيش السري لوائس اللي قتلت الجزائريين ما زالت الى الان في فرنسا، ما زالت موجودين الى الان موجودين. سيد الرئيس، يعني بكل اسف. وفيه لوبي اخر تكون من الناس اللي جزائريين اللي اختاروا انذاك باش يمشوا مع فرنسا وكذا. بكل اسف الوقت جدا حاصرنا، بقي معي القضيه الام ايضا بالنسبه للدبلوماسيه لا باش وللموقف نكمل لك. الجزائري. انت ربما كنت تعني المقال تاع لو موند. لو موند يطبق عليه القول اذا اكرمت اللئيم تمرد. لو موند كان ممنوع لان لو موند ملي مات المؤسس نتاعو بوف ميري انحرف تماما، ما بقاش ماشي وبما اكرمتموه مشى مع لان انا دخلتهم، كانوا ممنوعين في الجزائر، انا اللي دخلتهم وصبح يعض في اليد اللي دخلته بالاكاذيب. لو كان صح معليش، الجزائر ماهيش الجزائر اللي يتكلم عليها لو موند. يعني فقط لان الوقت كالسيف، فقط سؤال اخير فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه. شاهدنا تحرك كبير للدبلوماسيه الجزائريه فيما كان يجري في الاراضي الفلسطينيه وخاصه في غزه. باختصار سيد الرئيس، العالم تغير، هناك دول اتجهت دول عربيه باتجاه التطبيع، وما زالت الدبلوماسيه الجزائريه على حالها. كلمه اخيره نختم بها هذا اللقاء. احنا ما نغيروش المواقف تاعنا، انا قلت لك المواقف تاعنا ما تغيرش لا بالتقادم ولا بالتخاذل. فيه اتفاق على مستوى الجامعة العربية، كل العرب اتفقوا أن يكون فيه سلم مقابل الأراضي، يعني دولة فلسطين ومن بعد السلم مع المحتل. اليوم لا سلم لا أراضي ولا يحزنون. أخيرا الجزيرة في الجزائر. احنا اللي يقول لك الشغل المليح يطول، هكا يقولوا بالدرجة عندنا. صحيح 3 عقود بالتقريب تاع جفاء متبادل على كل حال بكل صراحة يعني، ولكن الحمد لله المياه رجعت لمجاريها، وحنا نرحب كثير بالجزيرة وتعتبر نفسها مكتب الجزيرة في الجزائر العاصمة معتمد رسميا ابتداء من هذا الحصة. إذا هذا أول خبر مهم في هذا اللقاء، الجزيرة معتمدة في الجزائر. شكرا جزيلا سيد الرئيس على هذه الثقة، ونرجو أن نكون في مستوى هذه الثقة وأن نقدم للمشاهد صورة أيضا حقيقية عما يجري في الجزائر. ومن هذه الصورة نبدأ بموضوع لقائنا في هذا اليوم. قبل أيام صرحتم بأنكم عندما استلمتم السلطة في الجزائر كان الوضع خطير جدا، بعد أيام انتخابات أيضا هامة واستثنائية هي الانتخابات التشريعية، وهذا يدفعنا للسؤال: كيف هي الجزائر الآن مع الصورة الأولى التي وجدتموها عليها؟ هي ملاحظة، هي مش عامان مش سنتين، هو سنة ونصف تقريبا لأن صحيح. سنتين ينتهوا في ديسمبر إن شاء الله. إن شاء الله. كل حال أنا كان سبق وقلت أن بالكلام على الحراك المبارك الأصلي أنه انقذ الجزائر من كارثة كانت يعني واضحة المعالم، وكنا ماشيين في داهية كما يقولوا بالعامة يعني. كان تقهقر الدولة الجزائرية وصل لدرجة نتاع الذوبان، يعني ما بقاتش دولة، عصابة لهذه الدرجة. لهذه الدرجة يعني. لما السياسيين والأساتذة في العلوم السياسية والمؤرخين يطرقوا لهذا الموضوع ربما يوضحوا أكثر للعالم وللجمهور الجزائري ما كانت. علاش أنا قلت الحراك المبارك من عند الله عز وجل في ذلك 13 مليون جزائري نقدوا بلادهم. كنا ماشيين لشبه عهدة 5، رئيس ما يسيرش، يعني كان في وضع صحي لا يسمح له حتى بالكلام حتى في عصابة باش تستولي على السلطة في الجزائر لمدة 5 سنوات أخرى وتنهب ما بقي لم ينهب بعد، وربما كانت تنتهي
أمور عنيفة لو كان استمرت الذوبان تاع الدولة هذه. إذا اليوم الحمد لله مثل ما يقولوا بالعامة عندنا اللي شاف الموت يرضى بالحمى. يعني الوضع نتاعنا مش يعني ما زال خطيرا سيدي الرئيس؟ لا، الخطر زال لأن وعي الشعب جاي من تراكمات تاع أحداث. يعرف أن التغيير يجي من الداخل، أن التغيير يجي من المؤسسات، التغيير ما يجيش بالعنف وبالدم تجاوز هذه المرحلة هذه. اليوم فيه وعي سياسي بالنسبة للجزائريين شيء رهيب عند الشاب قبل طيب شيء. أنا ألتقط وأعذرني على المقاطعة ربما فقط لضيق الوقت حتى نستفيد من وجودك معنا في هذا اللقاء الهام. أشرت لما جرى في التسعينات بوقع انحراف كبير بعد الانتخابات في الجزائر. الانتخابات القادمة هناك أيضا أردت تتكلم عن ماذا لو تقدم الإسلاميون في الانتخابات التشريعية القادمة؟ هو الإسلاميين بالصيغة الجزائرية، مش الإسلاميين بصيغة في دول أخرى مثل مصر مثل كذا لأن احنا الإسلام الإيديولوجي مشى وما يرجعش، وبلد مسلم. وحتى اللي يدعوا أحزابهم الإسلامية ما فيش حاجة إسلامية من غير السياسة العامة تاع البلاد. ما فيش يعني لون إسلاموي في السياسة، ما كانش إيديولوجية. ربما تظهر شوية في الاقتصاد، ولكن الدولة الجزائرية هي مشات الاقتصاد المصرفة الإسلامية. يعني ما بقاش فيه انحراف. اليوم حرية التعبير وحرية التصرف وحرية الآراء السياسية خلت باش واحد ماهوش مسلم ولا من بلد غير مسلم يتخوف من هذه الصورة هذه اللي قلت انت، ولكن بلد مسلم. طيب أشرت إلى مصطلح العصابة، وهو من المصطلحات اللي أصبحت دارجة بكثرة في الجزائر. قلتم أنه على صعيد السياسي ببناء هذه المؤسسات، الرئاسة، الدستور، وبعد أيام الانتخابات التشريعية تم تجاوز حد كبير أو نصيب كبير من هذا الخطر. ماذا عن العصابة؟ ماذا عن الفساد تحديدا؟ هل تم لجم حجم هذا الفساد أم ما زال موجودا؟ لازمنا نكتشف. يعني كان حجم رهيب، مئات الملايير الدولارات اللي تنهبت وخرجت للخارج. البعض ظاهر منها والبعض غير ظاهر، تقدرش تعرف. هي الدولة استثمرت ما يقارب 1000 مليار دولار من بداية الألفينات. الأوروبيين يقولوا أن حجم تضخيم الفواتير فقط يساوي 30%. الاستيراد كان فوضوي، كانت فيه فوضى، وكان كل شيء مركز بين 50 شخص بالتقريب. هما أهل الحل والربط، هما أهل القرار، وهما يقرروا من يستثمر ومن لا يسمح له بالاستثمار إلى آخره. قلت بأن مصطلح الأوليغارشيا ربما أصغر، ما فعله لا يعني أكبر من مصطلح الأوليغارشيا. أكثر احنا نسميوها يعني بالفرنساوية سي لا كليبتوكراسي، يعني سلطة السراق أكثر من أوليغارشيا. أعتقد أن بدينا نسترجع إن شاء الله، في العدالة قررت حجز كل ممتلكات وأموال ظاهرة نتاع السراقين هذو ترجع للخزينة إن شاء الله. ما تبقى طامعين وطامحين في نفس الوقت أن الأصدقاء في أوروبا وفي غير أوروبا يساعدونا على الاكتشاف واسترجاع في نفس الوقت الأموال اللي ضاعت من الجزائر. هذه بصفة عامة. يعني الفساد كان فساد عام يعني على كل المستويات، وصل درجة حتى أصبح من تقاليد الدولة. الرشوة والأمور هذه من تقاليد الدولة، باش تحارب كل هذا الشيء في نفس الوقت وتحارب العصابة وتحارب مش سهل، ولكن شعب واعي لدرجة أقصى درجة ممكن. وانت شفت
راكم لاحظتوا أن الشعب يعني ماشي مع الخطة اللي سطرناها، وهذا يشرفني أن يكون فيه موافقة نتاع المواطن بالنسبة للالتزامات 54 اللي التزمت بها، منها في البرنامج تاعي الالتزامات 54 تيمنا بثورة 54. دائما الثورة الجزائرية حاضرة حتى في أدق التفاصيل. قبل وأعذرني على المقاطعة أيضا مرة أخرى يعني. قبل أن ننتقل للمواضيع الدولية، لا بأس أن أطرح مسألة الحراك. أنتم صرحتم فيما يتعلق بموقفكم وفهمكم ومتابعتكم فيما يتعلق بالحوار، ولكن أعتقد أن مشاهد الجزيرة يحتاج إلى مزيد من التوضيح فيما يتعلق بالحراك الذي سميتموه مباركا وأصيلا في يوم ما، والحراك الآن تقولون أنه لم يعد يعكس ما كان عليه في البداية. باختصار لو تكرم سيد الرئيس. الحراك الأصلي خلى الجمعة الثانية من الحراك كان 13 مليون جزائري في الشارع، نساء رجال شباب شابات، 13 مليون يعني. بعد واصلوا بسلميتهم بسلمية وتحت حماية الجيش ومصالح الأمن. فيه ناس حاولوا يستفزوا مصالح الأمن والجيش حتى تنقلب إلى أمور أخرى، عنف إلى آخره، ولكن الشعب ما مشاش، سلمية. رفض العهدة الخامسة، رفض امتداد العهدة الرابعة، وفي النهاية كله أغلب الشعب المواطنين هذو مشاو للانتخابات الرئاسية مثل ما اقترح عليهم قائد الأركان رحمه الله آنذاك تاع الجيش قايد صالح. إذن المشاركة في الانتخابات كانت ما يفوق أكثر من 10 ملايين ناخب في 13 مليون اللي مشاو. يعني بعد الحراك الناس رجعوا لبيوتهم لأن انتصروا، وقفوا، الرئيس السابق استقال، وقفت ما بقيش عهدة خامسة، ما فيش امتداد، ما فيش، ودخلنا في عهدة أخرى جديدة. بالنسبة ما تبقى اليوم احنا نتكلم على 13 مليون، اليوم فيه مئات تخرج هنا ولا هنا، ولكن مجهولة الهوية، مش موحدة لا فكريا ولا في المطالب ولا في الشعارات. تصور يعني في 58 ولاية فيه بالتقريب 50 ولاية 51 ولاية ما فيها ولا واحد يخرج الشارع. في بعض الولايات يخرج 100 200 هذه، ولكن بشعارات مختلفة، وما هوش بالشعارات نتاع حديث سيد الرئيس نبهني إلى مسألة مهمة. تقريبا أكثر من 60 مقابلة أجراها وزير الاتصال في الجزائر كانت تتكلم وتتحدث سيد الرئيس عن كرر كلمة المؤامرة. هل هناك مؤامرة على الجزائر وما نوعها؟ مؤامرة على الجزائر موجودة من زمان، مش من اليوم. يعني احنا الجزائر مستهدفة لأن ربما بلد ما يسمحش بتطبيق كلي للمؤامرات اللي تحيط بالعالم العربي بصفة عامة. احنا الجمهورية الوحيدة اللي بقت واقفة. كل داروا فيهم ما يسمى بالتخريب العربي ولا الربيع العربي، ولا يسموه كما يحبوا ولا يسموه كما. الجزائر رافدة المشعل نتاع فلسطين ونتاع الصحراء الغربية ونتاع الدول الشعوب المقهورة والشعوب المضطهدة، الدولة الوحيدة. إذا لازم هذا الصوت هذا يسكتوه وما يسكتش، لأن الشعب هذا هو طبعه أولا. هناك ميراث. وما اليوم الجزائر عليه خطيرة، لأن الجزائر ما عليهاش مديونية، ما عليها حتى دين في كل إفريقيا وشمال إفريقيا. مستقلة بمواقفها. مستقلة بمواقفها، لأن واحد ما يستناش فرنك، اللي يسال يجي يخلص أولا. ثانيا نظامها الاجتماعي مدستر ومقنن، بعض سموها شراء دماء، بعض سموها كذا، ولكن اليوم
الطب مجاني، والتعليم مجاني، والمواد الأساسية مدعمة من الدولة إلى آخره. يعني كل الأمور هذه تسمح للمواطن بعيش كريم، ربما مش بالعيش اللي يطمح فيه يطمح به. ما تقول سيد الرئيس يستفز عندي الكثير من الأسئلة، ربما يدفعني للسؤال عندما تكلمت عن دور الجيش في هذا الانتقال بين ما كان وما عليه الجزائر الآن، يدعون للتساؤل عن أسئلة مطروحة عن العلاقة بين الرئيس وبين الجيش. ذكرت في تصريحاتك الأخيرة أن الجيش أثبت وفاءه وكذلك أثبت حرفيته ومهنيته عندما كنت مريضا. أول شيء الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله ما تشوف الشر مثل ما يقولوا إخواننا المشارقة. حدثنا عن هذه العلاقة بينكم وبين المؤسسة العسكرية. والله علاقة حميمة، وعلاقة احنا نعتبرها طبيعية لدرجة أن حتى لما صحفيين أوروبيين ولا يطرحوا سؤال احنا نتفاجأ، لأن ما فيش مشكل. ما كانش الجيش مؤسسة دستورية، والجيش يقدس الدستور، والجيش حامي الحماية. يعني معروفة أن الجزائر لكان استقرارها ما تمسش، لأن الجيش قوي. جيش قوي. ما فيه واحد قال نكملوا مع سوريا ونتكفلوا بالجزائر، هكذا قيل رسميا. ولكن للبيت رب يحميه. احنا لحمنا مر ما لا يتاكل. طيب، واللي يبغي يجي يتفضل. دخلنا يعني بشكل او باخر فيما يتعلق بما يجري في الخارج، ودعني ابدا بالإقليم. كان لافتا جدا زيارتكم لزعيم جبهة البوليزاريو سيد إبراهيم غالي، زيارة مهمة في توقيتها وفي حيثياتها. هذا يدفعنا للسؤال عن هذه الزيارة وعن العلاقة بشكل مباشر بينكم وبين المغرب. علاقة بيننا وبين المغرب، أنا سبق لي وقلت أن ما عندناش مشكل مع المغرب. يبدو أن المغرب عنده مشاكل معنا. تفضل جلسوا على طاولة وقول ما هي المشاكل تاعك معايا. أما قضية الصحراء ما هيش قضية اليوم، ما هيش والدة اليوم، عندها 40 سنة. وقضية الصحراء راها بين يدين الأمم المتحدة وفي لجنة تصفية الاستعمار، ماهيش في لجنة يعني الخيرية ولا تصفية الاستعمار. الأمم المتحدة تعتبر أن الصحراء الغربية مستعمرة، وعندها قوات لامينورسوم موجودة تما ومبعوث من الأمم المتحدة. وسبق وكانت علاقاتنا طيبة مع الأشقاء في المغرب، الحدود مفتوحة. وقضية الصحراء بين يدين مثل ما قرروا آنذاك رحمهم الله في 3، الملك فهد والشاذلي والحسن الثاني، قرروا على أساس العلاقات تبقى طبيعية والحدود مفتوحة، وقضية الصحراء تبقى في الأمم المتحدة. ما هو شيء جديد، احنا ما تبدلناش وما نتغيروش، والأمر الواقع ما نقبلوش مهما كان الحال.